في كتاب فير اند ارت بيحكي مؤلفينه عن قصه مشهوره لجيري اولسمان اللي كان دكتور في جامعه فلوريدا. اولسمان في اول محاضره ليه واللي كانت عن التصوير عمل تجربه بسيطه. التجربه كانت عباره عن ان هو قسم الطلاب اللي قدامه لمجموعتين، وسمى المجموعه الاولى مجموعه الكوانتيتي او الكميه او العدد، وسمى المجموعه الثانيه مجموعه الكواليتي او الجوده. الطلاب اللي كانوا في المجموعه الاولى كان مطلوب من كل واحد فيهم ان هو يحاول ان هو يصور اكبر قدر ممكن من الصور، وكانوا هيتقيموا على الاساس ده. يعني اللي مصور صور اكتر هيكون المركز الاول، اللي بعديه هيكون المركز الثاني، وهكذا. اما المجموعه الثانيه فكان مطلوب من كل واحد فيهم ان هو يصور صوره واحده بس بشرط ان الصوره دي تكون احسن صوره هو يقدر يصورها، وكانوا برضه هيتقيموا على الاساس ده. صاحب احسن صوره هيكون المركز الاول، اللي بعديه المركز الثاني، وهكذا. وكان الهدف من التجربه دي ان هو يشوف احسن صور هتطلع من انهي مجموعه، المجموعه اللي اتطلب منها ان هي تصور كتير بغض النظر عن الجوده، ولا المجموعه اللي اتطلب منها ان هي تركز على الجوده. وده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه في فيديو النهارده. ايه الاهم في تعلم المهارات بشكل عام؟ التركيز على الكميه ولا التركيز على الجوده؟ وليه اصلا الموضوع ده مهم؟ بس قبل ما نقول نتيجه تجربه اولسمان وليه حصلت اصلا، عاوزين الاول نعرف ايه المقصود بالجوده. فلو مثلا حطينا قدامنا فكرتين، ايه المعايير اللي على اساسها نقدر نقول ان في فكره جودتها احسن من الثانيه؟ في معيارين مهمين هم اللي بيحددوا كده. الحاجه الاولى ان الفكره تكون اوريجينال او اصليه، ودي كانوا بيقيسوها في الدراسات اللي بتدرس العلاقه بين الكميه والجوده بعدد تكرار الفكره دي في النتائج. لو كان تكرارها قليل، يعني مثلا كانت 1% من الافكار اللي بتتقدم، فالفكره دي كانت بتعتبر اوريجينال او اصليه. اما المعيار الثاني اللي كانوا بيستخدموه علشان يعرفوا ان الفكره ليها جوده كان هو اليوتيليتي او الاستخدام، وده معناه يعني ان الفكره يكون ليها تطبيق عملي. ودي كانت بتتقاس في الدراسات اللي بتدرس العلاقه بين الكميه والجوده عن طريق ان خبير في المجال ده بيحدد مدى فايده الفكره لما تستخدم. فالحاجه لو فيها الخاصيتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم ان الفكره تكون اصليه وان الفكره تكون ليها استخدام، ساعتها بنعتبر الفكره ليها جوده. طيب نرجع بقى للتجربه اللي احنا قلنا عليها في الاول. انهي مجموعه اللي طلعت نتائج احسن؟ المجموعه اللي كل واحد فيهم مركز ان هو يطلع احسن صوره ممكنه، ولا المجموعه اللي صوروا كتير بغض النظر عن الجوده بتاعت الصور دي؟ هنعرف ده من خلال مفهومين مهمين جدا. المفهوم الاول quantity breeds quality، او الكميه تنتج الجوده. طيب يعني ايه الكلام ده؟ المفهوم ده كان اول واحد اتكلم عنه كان واحد اسمه اليكس اوبورن، واللي قال ان دي تقريبا تعتبر حقيقه، ان الكميه بتنتج الجوده. ومن بعديه اتعمل دراسات كتير عن الموضوع واللي طلعت بنفس النتيجه، ان مثلا كل ما زاد كميه الافكار اللي بينتجها مجموعه اشخاص، كل ما زاد عدد الافكار اللي فيها جوده. وده بسبب ان انت لما بتنتج افكار كتير بتكون قادر ان انت تشوف العيوب اللي فيها، وبالتالي تقدر ان انت تصلح العيوب دي وتطلع بفكره احسن، على عكس ان انت لو ركزت تطلع فكره واحده مثاليه مش بيكون في فرصه للتعديل والتجربه. كمان لما بتحاول تطلع فكره واحده بس او تحاول تعمل الحاجه مره واحده بس، بتحاول على قد ما تقدر ان الحاجه دي تكون مثاليه، وبالتالي بتقعد تحلل كل حاجه صغيره فيها. وده بيخلي انتاج الفكره او ان انت تعمل حاجه معينه حاجه صعبه جدا، لدرجه ان هو ممكن يمنعك عن ان انت تعمل الفكره اصلا، او اللي بيسموه اناليسيس باراليسيس. وده ان ساعات من كتر التحليل الفعل نفسه مش بيتعمل اصلا. المفهوم الثاني اللي عاوزين نتكلم عنه هو الايكوال اودز رول، او قاعده الحظوظ المتساويه. القاعده دي اتطورت على ايد عالم النفس كيث سيمنتون في 1977، وكان برضه بيحاول يشوف نفس الفكره، ايه العلاقه بين الكميه والجوده. بس هو في الموضوع ده كان بيحاول يشوف حاجه محدده اكتر، ايه العلاقه بين ظهور فكره استثنائيه او حاجه كبيره يعني، وبين كميه الافكار اللي انتجت بشكل عام. يعني كان بيشوف هل علشان حد يطلع بفكره استثنائيه، هل ده كان له علاقه بكميه الافكار اللي انتجها ولا ملوش علاقه؟ ولو في علاقه ايه هي العلاقه دي؟ ده هنعرفه من خلال القصه دي. كان في عالم رياضيات اسمه بول ايرودز. بول كان من اكتر الناس في القرن العشرين انتاجا في المجال. بول كتب او شارك في كتابه اكتر من 1500 مقاله، وحل معضلات رياضيه كتير كانت موجوده في الوقت ده. بس على الرغم من ده الغالبيه العظمى من مقالاته منسيه، وعدد قليل بس من الحاجات اللي عملها هو اللي كان مؤثر. طب ايه علاقه الكلام ده بالقاعده اللي احنا بنقولها؟ الايكوال اودز رول بتقول ان فرصه الفكره او الحاجه اللي انت هتعملها ان الحاجه دي تكون منسيه او ان الحاجه دي تكون استثنائيه هي فرصه متساويه، لان احنا ما نقدرش نتوقع مدى جوده الشيء قبل ما نعمله. وبالتالي كل ما زاد انتاج الافكار او عمل حاجه معينه يعني، كل ما زادت فكره ان يطلع منها حاجه استثنائيه، وبالتالي الجوده بتتاثر بالكميه بالايجاب. كل ما زادت الكميه كل ما زادت الجوده. بس القاعده دي طبعا مش مطلقه، بتتاثر بحاجات تانية زي مثلا مدى قابليه الشخص ان هو يجرب حاجات جديده، وكل ما مهاره الشخص كانت اعلى وهكذا. بس يظل برضو ان كل ما زاد العدد كل ما زادت الجوده. اعتقد ان انت دلوقتي قدرت تعرف نتيجه التجربه اللي احنا قلناها في الاول. وفعلا المجموعه اللي طلب منهم ان هم يركزوا على كميه الصور بغض النظر عن الجوده طلعوا صور جودتها احسن من الناس اللي طلب منهم يركزوا على الجوده بس. لان اللي ركزوا على الكميه كل ما كان بيصوروا ده كان بيديهم فرصه ان هم يعملوا تعديلات ويكتشفوا ايه المشاكل اللي عندهم ويعدلوها، وبالتالي مع التعديلات دي عرفوا ان هم يطلعوا صور احسن، على عكس المجموعه اللي طلب منهم ان هم يصوروا صوره واحده بس. ما كانش عندهم الفرصه دي، وما قدروش ان هم يختبروا مثلا اضاءات مختلفه للصور او تكوينات مختلفه، وده ادى ان الصور بتاعتهم تكون اقل في الجوده. بس مش الكميه هي الحاجه الوحيده اللي مهمه لما تيجي تتعلم حاجه معينه، في حاجه تانية مهمه هتلاقيها في الفيديو ده.